حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لاول مره تشوفوني ما تنسوش الشير واللايك والكومنت، واللي محتاج قراءه خاصه بيتواصل معايا على رقم الواتساب الموجود قدامكم على الفيديو. النهارده هنعمل مع بعض كده قراءه، هنشوف الشخص اللي في بالك حاله احواله رسائل منه، يعني هنشوف طاقتك وطاقته كده ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب، مبدئيا انا شايفه ان انت بتمر كده بمرحله بتحاول تنسى فيها حاجة أو بتحاول تعدي حاجة، فعايز مثلا تبقى أقوى، تبقى أحسن، بتبقى أشجع. شايفة كمان إن القراءة دي بتبقى فيها رسائل أكتر، يعني شايفة هنا إن في حد ممكن يكون عايز، يعني أول رسالة منه بيقول لك يعني ممكن نبقى لوحدنا، نهرب شوية من الناس، نبقى مع بعض في أجواء رومانسية. آه، يعني عايزة أقرب منك أو عايزة أبقى معاك. تمام، لان الشخص ده موقف العلاقه دي، او انت موقفها بسبب حد. تمام، او انت موقف يعني حياتك بسبب حد. تمام. طيب، وانت عندك طاقه تحدي، يعني انت ما بينك وما بين نفسك عايز توري الشخص ده ان انت لو عايز تعيش حياتك من غيره يعني هتقدر تعيش، او بيه من غيره هتقدر تعيش. لان شايفه ان الشخص ده بيحاول يستفزك، بيحاول يقول لك انا هوريك انا عايش حياتي ازاي وانا عامل ايه، وانت مش قادر ان انت تعيش حياتك وانت حياتك بايظه. تمام، فانت عايز توري له لا، انا قادر، اللي انا بيك من غيرك هعيش، يعني على رأي شيرين كده، انا بيك من غيرك هكمل يعني. تمام. طيب، يعني شايفه البعض منكم يعني هو عايز يدخلك في طاقه، يقول لك انت خسرتني، وانت برضو عايز ترد له نفس الكلام، او انت تحسسه ان هو خسرك. تمام، او تحسسه ان انت قوي. تمام، تحسسه ان انت عادي. لان بص جواك طاقه تحدي، لان انت فجاه لقيت الشخص ده بيجبرك تمشي في اتجاه داخل العلاقه غير الاتجاه اللي انت المفروض كنت راسمه للعلاقه دي. يعني انت اوقات حسيت ان هو بيخدعك، او حسيت ان هو بيضحك عليك. تمام، حسيت ان هو بيشتغلك. تمام، فلا، فانا لازم اوري لك انا مين، انا مش هفضل منساق وراك، انا مش همشي، مش هخليك تمشيني ورا رغباتك. تمام، لان انت اوقات كتير جدا في العلاقه دي ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل، ودلوقتي ابتديت ان انت تفهم، او ابتديت ان انت تعرف ايه اللي بيحصل. الشخص ده كان عايز يحركك زي ما هو عايز، كان عايزك تفتح قلبك وتقفله زي ما هو عايز. تمام، وفي نفس الوقت هو من جواه بيقول لنفسه، او عايز يحسسك ان هو ما طلعش من بالك ولا من دماغك ولا من تفكيرك. تمام، علشان كده انت عايز تحسسه لا، انا قادر ان انا اعيش، وقادر ان انا اكمل، وعادي انت مش موجود زي مش موجود. تمام، شايفه ان انت بتحاول ان انت تروح لبدايه جديده، وشايفه ان في حد هنا حاقد جدا، يعني ممكن يكون الشخص ده حاقد جدا عليك، مش عايزك تبتدي بدايه جديده، عايزك تفضل طول الوقت، مش عايزك تفتح قلبك لحب جديد او لبدايه جديده، تفضل طول الوقت قاعد مستنيه يعني، ومتقبل كل اللي هو بيعمله فيك مهما كان. يعني ده نوع من انواع الحب المؤذي، في حب مؤذي او حب توكسيك، الشخص ده من الشخصيات التوكسيك. تمام، هو عايزك تعمل اللي هو عايزه، لكن انت تفتح قلبك، تبص يمين تبص شمال، يبقى في حد في حياتك تشوف نفسك، لا. فخلي بالك، لان الشخص ده توكسيك جدا بالنسبه لك، واوقات كتير جدا انت كنت بتحس ان خطواته تقيله جدا. تمام، ناحيه العلاقه هو عايز يوقفك عن اي بدايه جديده، او عن اي خطوه جديده، او ان انت تشوف حياتك، فهيفضل طول الوقت ان هو يشتتك او يشتت تفكيرك باي طريقه. تمام، انت شلت كتير جدا وتحملت اعباء كتيره جدا في العلاقه دي، وما بينك وما بين نفسك لما بتقعد كده تقول انا ايه اللي كان مخليني مكمل في العلاقه دي، وايه اللي انا عملته في نفسي، وليه انا عملت في نفسي كده. تمام، بس انت دلوقتي زي ما قلت لك انت ما كنتش فاهم، ودلوقتي ابتديت تفهم، او ابتديت تدرك ان الشخص ده كان مؤذي، او هو اللي كان بيعمله معاك ده كان اكبر اذيه ليك. هو كبتك كبني ادم وكانسان. تمام، طيب. وصلك لمرحله اللي انت بقيت راضي عن يعني اي حاجه بيعملها انت راضي، حتى لو حاجه دي مش بترضيك.
تمام. طيب خلي بالك هو مراهن نفسه ان انت كمان ترجع له، يعني خلي بالك ممكن لما بيتكلم مع حد او بتيجي سيرتك مع حد او بيتكلم مع حد عنده يقين 90% ان انت راجع. تمام، لان هو عارف ان انت مش ممكن ان انت تعيش حياتك من غيره، او ان انت تقدر ان انت تخطي خطوه من غيره. فانت عشان كده انت فهمت اللعبه او بقيت فاهم الدنيا ماشيه ازاي، فعشان كده عايز تحسسه ان انا حياتي ماشيه ودنيتي ماشيه واموري ماشيه وما عنديش اي مشاكل. تمام. آه لان الشخص ده خلاك يعني تعيش في توتر قوي جدا وفي الم نفسي وفي تعب نفسي. آه ما كنتش عارف تعيش حياتك، كنت عايش احساس صعب، كنت عايش احساس مؤلم، كان مدمر لك كل حاجه، اي حاجه انت بتعملها ايجابيه هو بيدمرها. علاقه سامه جدا. وخلي بالك هو لحد دلوقتي عايز يبقى معاك، يعني ما بينه وما بين نفسه كده عايز بيقول انا عايز ابقى معاه، يعني عايز ابقى معاه وبعيد عن الناس وبعيد عن اي حد. الشخص ده مش عارف من جواه ان هو توكسيك، يعني هو من جواه بيحس ان هو بيتعامل عادي. وخلي بالك الشخص ده برضو موجوع جدا ومتألم، حتى لما ما بيبينش ده، عايز يشتغل على العلاقة بس نرجسية. هو متضايق من اللي بيحصل وعايز يعمل حاجة، لان هو شايف ان اللي بيحصل ده لا في صالحك ولا في صالح العلاقة، و ولقاك ان انت هربت منه وبيلاقيك ان انت بتبعد عنه وبتحاول ان انت تشوف حياتك، فبيقول انا عاوز اصلح العلاقة. بس علشان هو شخص توكسيك وسام مش قادر يعمل ده. تمام. وزي ما قلت لك هو موجوع جدا ومتألم جدا، ومش بس من الموقف اللي حصل معاك، لا من مواقف كتيرة حصلت في حياته. تمام. لان خلي بالك هو يمكن حاول ان هو يستشفي من العلاقة وما عرفش. تمام. بص هو من وجهة نظره كده شايف ان انت كنت قطة مغمضة او ما كنتش عارف اي حاجة، وبعد كده انت فتحت بقى واتنصحت وبقيت عارف كل حاجة وبقيت شخص تاني واتمردت فكل ده هو مش قادر ان هو يستوعبه، كل ده مش قادر ان هو يعني يفهمه. تمام. الشخص ده كمان متردد، مش عارف انت لسه عايزه ولا لا. تمام. خلي بالكوا كمان بالنسبة لبعض منكم لو منفصلين، هو خايف يدخل في علاقة تانية بسببك، لان هو شايف ان مفيش حد هيتحمله او ان هو مش هيقدر ان هو يكمل في العلاقة دي. تمام. شايفة ان هو عايز يدافع عن نفسه في العلاقة دي، وعايز يعني ما اعرفش هيدافع عن نفسه يقول ايه، بس بما ان هو بني ادم توكسيك بس هو عايز يدافع عن نفسه، لان هو عايز ياخد خطوات ناحية رجوعه ليك، لان هو مش قادر ان هو يعيش في الوضع الحالي. زي ما قلت لك ممكن يكون دلوقتي بيدفع نتيجة ثمن اللي عمله معاك، عنده هدف اللي هو انت وعايز يرجع له، يعني سوري عايز يوصل له او عايز يبقى معاه. تمام. طيب حبايبي دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.